مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. فيديو النهاردة للفنيين مش للناس السواقين وأصحاب السيارات. الفيديو ده مخصوص للفنيين. الفيديو ده بناء عن سؤال ميكانيكي فني. دايما وابدا الكامتين لما بيجي وش السلندر من عند الراجل المتخصص وش سلندر، لازم الكامتين بيبقوا مفرتجين معايا. في التويوتا كورولا، في الالنترا بانواعه، في السبورتاج، في التوسان، في الان 300. حاجات كتير في الحديث، اغلبيه الحديث النهارده على كامتين وجنزير كاتينا. فالمسامير، طقم المسامير اللي بيربط معايا وش السلندر تحت الكامتين، فبالتالي لازم الكامتين انا احلهم. بعد كده برصهم تاني، بركبهم بالكراسي بتاعتهم معلمين وتمام التمام وزي الفل. بس في حد سألني قال لي انا مرتين يتقطم مني الكاما وما عارفش السبب ايه. هل السبب من الفني اللي عامل لي وش السلندر، موضب لي وش السلندر، هل في كراسي محجره، كراسي قافله، سوسته محجره؟ اقول له لا يا صديقي، الموضوع ما فيه ان الغلطه منك انت في رص الكراسي. هنا انا عندي الكراسي دي بتحكم الكاما فوق وتحت، الكراسي كلها ما عدا كرسيين بيبقى عندي نظام هلال ماسك الكاما قدام وورا. كل الكراسي ماسكه الكاما فوق تحت ما عدا الهلايل ماسكين قدام وورا. بيبقى يا اما كرسيين مع بعض حته واحده، يا اما كرسي بمفرده. هنا انا عندي التويوتا كورولا، هنا الهلال اللي ماسك الكامتين قدام، واخد بالك انت؟ لما تيجي تربط تبتدي من كرسي الهلال، ما تجيش انت الكرسي عالي من مكانه لسه ما نزلش ولا حكم تحت تجرط لي على اللي ماسك الكاما فوق وتحت. لان دايما وابدا الكاما بتيجي من عند الفني محكمه، يعني محمله سنه بسيطه على الكاما، مخليه الكاما محكمه سنه بحيث ايه ما يبقاش فيها اي صوت ولا اي طقطقه. ما تجيش انت تجرط هنا وبعد كده تجرط هنا وبعد كده عايز تلف. انت اولا حملت هنا، خليت يصعب على الكاما تروح قدام وورا، تروح مجرط لي بعد كده على الهلال، كأنك انت بتعمل عملية زرجينة للكاما. القطم بتاعك بيبقى في اماكن متفرقة بسبب انك انت ابتديت من المنطقة اللي اتقطمت دي انك انت تجرط على الكرسي، وبعد كده جرطت على الهلال اللي قدام، زرجن شد الكاما وزرجنها واتقطمت منك في المكان المحدد اللي انت جرطت على الكرسي بتاعه. لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.